السلام عليكم ومرحبا بكم. من كذا يوم شفت فكرة حبيت نشاركها معكم. فكرة هي جديدة ممكن تعرفوها، ولكن ممكن نستفادوا منها نحاولوا نطبقوها في بلداننا. الفكرة هي هذه: ما هوش قبر وما هوش شاهد، مكان لرمي النفايات. النفايات ليست كباقي النفايات. يو بوان سامبا دابور، هيا نرمي بقايا أو فضلات المطبخ. وش هي بقايا المطبخ؟ كما تشوفوا سامبا سايور معناها الخضار، بوه معناها الفواكه، سيسا مكانان معناها باقي الأكل، وقشور البيض. الداخل مثل الكسكاس عندنا فيها ثقوب، نفتحه ونشوفوا كيف جاي الداخل. هي سيترنا وبتية كما احنا نقولوا تاع الماء، دايرين فيها ثقوب. انت ترمي بقايا الطعام، واللي يعرف كيف راح تتفاعل مع التربة ومع باطن الأرض يفهمنا. خاصة قشور البيض، ممكن الخضار والفواكه باينة تتحلل، وممكن التربة تدي قشور البيض كيف راح يتعامل يعني. هذه واحدة في مسافة 100 متر كان 4 أماكن للنفايات مثل هذه واحدة. الآن رقم 2 نفس الفكرة، هذه جديدة وتشوفوا التربة مازال ما غطاوهاش. بوان معناها نرمي، سامبا معناها الفضلات، دابور معناها المطبخ. فقط نفايات المطبخ، يعني بقايا الطعام، عظام واللحوم وباقي النفايات، خاصة البلاستيك والأمور هذه لا، فقط النفايات العضوية اللي ممكن تتحلل داخل التربة. نفتح الثانية، هذه ممكن عندها 3 أيام أو 4 أيام، مازالت جديدة. هذه فيها الثقوب، واللي يعرف كيف راح تتفاعل مع التربة يشرح لنا، بارك الله فيكم. خاصة قشور البيض. هذه رقم 2. رقم 3 هناك هاكو تشوفوا فيها. الشعب الأندونيسي يتعامل مع الطبيعة بشكل ممتاز، يحبوا شوف الأشجار في البيت هذا، شوف على شكل مثلثات. هذه رقم 3. راح فيها أوراق الأشجار الميتة الجافة. والرابعة راهي بجنب البيت هناك. هذه كلها بجنب المسجد اللي معتاد أن نصلي فيه. كل ما نروح هناك نشوف هذه نقول ممكن نشاركها معكم، ممكن تكون فكرة تحاولوا تطبقوها في البلدان اللي تعيشوا فيها. وهذه رقم 4، مسافة أقل من 100 متر، 4 مناطق لرمي النفايات العضوية Organic Waste. هذه نفس الشيء فيها أوراق الأشجار، ممكن هذوك اللي يباليو بعد ما يكملوا يرموهم لداخل. بما أنه المناخ في أندونيسيا رطب وحار، يعني مناخ استوائي، فهنا يهتموا كثير بالتشجير والنباتات بصفة عامة. هذه حديقة كلها نباتات، ما يشتبه مليح، كلها نباتات.
وكيف يقلموا الأشجار بطريقة يعني ممتازة. شوف هذاك جاي على شكل أنبوب. هذه هي الفكرة، أعطوا لي رأيكم فيها. فكرة مليحة، فكرة ماهيش مليحة، ممكن نطبقوها في بلادنا ولا لا؟ وخاصة قشور البيض، اللي يعرف كيف راح تتعامل مع التربة يعطينا فكرة، ممكن بروتين ولا الله أعلم. خلاص وكلنا القطوطة هذو، الوقت نرجعوا للبيت. شكرا على المتابعة، ما تنساش تشارك الفيديو هذا مع صاحبك هذاك اللي يحب التشجير والنباتات. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.